الأهلي استأنف تدريباته بعد راحة، وياستروب المدير الفني حذر اللاعبين من استسهال مواجهة الجونة أو الانشغال بقرعة دوري أبطال إفريقيا، مشدداً على ضرورة التركيز الكامل في مباراة الدوري أولاً. ياستروب دعم محمد علي بن رمضان خلال المحاضرة الفنية، وأشاد بأدائه أمام زملائه، مطالباً إياه بالاستمرارية وتحسين اللمسة الأخيرة واستغلال الفرص لتحويل مجهوده إلى أهداف. إمام عاشور تألق في المران، وينتظر العودة للتشكيل الأساسي أمام الجونة في ظل غياب طاهر محمد طاهر ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد فيزو. لاعبو الأهلي سيغيبون عن الإفطار مع عائلاتهم في أول أيام رمضان بسبب تمسك رابطة الأندية المصرية المحترفة بإقامة المباراة في موعدها. طبيب الأهلي أكد تحسن حالة تريزيجيه تدريجياً، لكنه ما زال في المرحلة الثانية من التأهيل، ومن الصعب لحاقه بالمباراة، بينما يحتاج زيزو لوقت أطول للتعافي لأن إصابته مزق قوي وليست شداً عضلياً. صحف تونس وصفت مواجهة الأهلي والترجي الرياضي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالنهائي المبكر، مؤكدة أن الترجي إذا أراد استعادة اللقب فعليه إقصاء الأهلي ووقف سلسلة نتائجه السلبية أمامه، 5 هزائم في آخر 6 مواجهات. باتريس بوميل وصل تونس لقيادة تدريبات الترجي قبل المواجهة، فيما اكتسح الفريق مستقبل سليمان بثلاثية في الدوري التونسي ليقلص الفارق مع النادي الإفريقي إلى نقطتين مع مباراة مؤجلة. الكاف حدد إقامة ذهاب ربع النهائي في تونس يومي 13 أو 14 مارس، والإياب في مصر 20 أو 21 من الشهر نفسه. وإذا تأهل الأهلي سيواجه الفائز من ماميلودي سانداونز والملعب المالي في نصف النهائي، على أن يقام الذهاب في القاهرة والإياب خارج مصر، بينما النهائي سيكون الذهاب فيه بمصر والإياب خارجها. حالة سعادة في بيراميدز بعد التأكد من مواجهة الجيش المغربي الملكي في ذهاب ربع نهائي دون جماهيره بسبب الإيقاف، بينما الهلال السوداني أعلن رغبته القوية في المنافسة على اللقب رغم الظروف الصعبة، مع وجود ثقة مغربية كبيرة بتأهل نهضة بركان والجيش الملكي لنصف النهائي. الصحفي كريم رزق الله أكد أن الأهلي يراقب مستوى بدر موسى مع بتروجيت تمهيداً لإمكانية التفاوض معه صيفاً. نادي الزمالك رفض إقالة معتمد جمال بعد الخروج من كأس مصر أمام سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، فيما حمل هيثم فاروق وأيمن يونس وخالد الغندور رابطة الأندية واتحاد الكرة مسؤولية الإقصاء بسبب ضغط المباريات. حدثت مشادة كلامية قوية بين عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد، وتم احتواء الموقف قبل تطوره. أرسنال توصل لاتفاق مع بوكايو ساكا لتمديد عقده حتى 2031 مع منحه أعلى راتب في الفريق. فيكتور أوسيمين هاجم نابولي مؤكداً أنهم أساءوا معاملته قبل انتقاله إلى غلطة سراي. الاتحاد السنغالي أصدر بياناً يؤكد فيه الدفاع عن مشجعيه المحتجزين في المغرب منذ كأس الأمم الإفريقية. ياستروب شدد على أن جميع فرق ربع النهائي قوية ولا توجد مواجهة سهلة، وأن تصدر المجموعة أصبح من الماضي والأهم مواصلة المشوار بنفس الدوافع، مؤكداً أن مواجهة الترجي صعبة وتحظى باهتمام كبير، لكن التركيز الحالي على الدوري، وأن لعب الإياب في القاهرة يمنح الأهلي أفضلية مهمة. عماد متعب أعرب عن تفاؤله بتأهل الأهلي للنهائي وإقصاء الترجي وسان داونز، متمنياً نهائياً مصرياً مع بيراميدز، وطالب ياستروب بعلاج الأخطاء والتعامل بذكاء مع الأدوار الإقصائية. محمد ناجي جدو أكد أن الأهلي يظل المرشح الأول للقب، يليه بيراميدز ثم الهلال السوداني، مع تمنيه مواجهة الأهلي في النهائي. راضي الجعدي وصف مواجهة الأهلي والترجي بالأصعب بين كل لقاءات ربع النهائي، مطالباً بالروح الرياضية ومشيراً إلى صعوبة المباراة على بن رمضان أمام ناديه السابق. المحلل خليل الحاج علي رأى أن الترجي أقل مالياً من الأهلي وسان داونز وبيراميدز، لكنه يملك تاريخاً يؤهله لإقصاء الأهلي